هنعمل مع بعض النهاردة السبونج الجاهز اللي هو دقيق الجاهز يا جماعة. بيبقى فيه السكر والنشا والبيكنج باودر بتاعه، مش محتاج اي حاجة. هنعمله بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، وقد ايه الكيكة هشة ومرتفعة، وهنعمل 3 طبقات مرتفعين زي ما احنا شايفين كده. يلا بينا نسمي الله. معايا في البداية 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش يكونوا خارجين من التلاجة. ومعايا رشة من الفانيليا، وبعدين معلقة من الخل، معلقة الأكل العادية، ربع كوباية من المية، ونحاول ما نكترش المية يا جماعة عشان ما تبقاش سايلة معانا. ومعايا ربع كيلو من دقيق السبونج الجاهز، بنجيبه من عند بتاع مستلزمات الحلويات. بنجيبه كده وهنحطه على البيض، مش محتاجين ترتيب، احنا بنحطه كله على بعضه. وبالمضرب الكهربائي، ما ينفعش يا جماعة مضرب سلك ولا خلاط، لازم مضرب كهربائي في السبونج الجاهز او عجان. هفضل اضرب على سرعة عالية لحد لما القوام بتاعي لونه هيفتح بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، وبيكون القوام بتاعه تقيل ومتماسك زي الكريم شانتيه كده. ما ينفعش ان هو ينزل من على المضرب، زي ما احنا شايفين متماسك ازاي، ما بينزلش معايا يعني مش سايل. هو ده بيكون القوام المناسب للسبونج الجاهز عشان ينجح معاكي ويديكي طبقة عالية في الارتفاع. في صينية مقاس 22 تقدري تعملي في 20 او 18، هتبقى الكيكة اعلى من كده بكتير. هننزل بقى بالكريم شانتيه كده، وهنحط ورقة زبدة في الارضية زي ما احنا شايفين يا جماعة متماسك ازاي. ولازم يكون قوامه تقيل كده، ما ينفعش مضرب سلك ولا خلاط زي ما قلنا. هننزل كده بالسايل بتاعنا كده، وهنسويها كويس جدا. لازم نساوي الوش كويس عشان ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية في الصينية. بنساوي الوش كويس جدا كده معانا، وبندخلها الفرن على درجة حرارة 180. بتطلع بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. شايفينها متساوية ازاي يا جماعة؟ هسلك بقى الجوانب كده بالسكينة وهنخرجها. تقدري تحطي ورق زبدة في الجوانب عشان ما تلزقش. زي ما احنا شايفين السبونج بتاعنا قد ايه هاشش وطري وسفنجي. وعلى فكرة هي عالية، انا عملتها 3 طبقات. الطبقة الواحدة سميكة مش رفيعة. يعني لو انت هتعمليها في صينية اقل هتديكي 4 أو 5، لان الارتفاع هيكون اعلى من كده. زي ما احنا شايفين عملتها على 3، وزي ما احنا شايفين الارتفاع جميلة جدا وطعمها تحفة. واتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.